السلام عليكم. احنا النهاردة مش هنطبخ في الحلة ولا هنعمل فيها اي طبيخ خالص، لكن النهاردة الموضوع جديد خالص ومعلومة جديدة خالص. يلا بينا نشوف كده احنا هنعمل ايه مع الحلة دي. الحلة دي طبعا ستانلس، بس دي بقالها حوالي 20 سنة عندي. وبصراحة انا ما اصليش ابدا بصيت تحت في القاع بتاع الحلة، ايه اللي مكتوب ده كله غير في حاجة واحدة، هي الماركة بتاعتها وان هي مثلا مستوردة. وبنشوف كمان هي كام سنتي الساعة بتاعتها. وبرضو كمان لو في نسبة للستانلس بنشوفها. دي غالبا كلنا بنعملها لما نيجي نشتري الحلة الستانلس. لكن الجديد بقى في الموضوع ان الرموز دي رموز، هي دي بقى 22 سنتي، هي زي ما بقول لكم. طبعا الرموز دي زي الرموز اللي موجودة على الأطباق البلاستيك اللي هي صالحة للأكل، كل واحدة ليها درجة، 1 2 3 4 5. هنا بقى المصطلحات دي كلها ليها استخدامات معينة. فانا دلوقتي هقول لكم الاستخدامات واقول لكم ليه بقى انا ايه اللي خلاني ادقق قوي في الاستخدامات دي. طبعا كلنا عندنا البوتاجاز، فكل الحلال بنحطها على البوتاجاز عادي، مفيش اي مشكلة عندنا خالص. اول حاجة اللي هي معمولة الاولانية عين البوتاجاز دي اللي في الشعلة اهي، هنا مكتوب جاز بالانجليزي يعني. طبعا يعني ان دي ممكن تستخدم على البوتاجازات عادي، الغاز. دي مكتوب هنا الكتريك، يعني على البوتاجازات الكهرباء. وهي دي موضوعي النهاردة اللي هتكلمه، لان في مصر تقريبا ما فيش اكتر او اغلب الاماكن هي النوعين دول اللي موجودين اللي احنا بنستخدمهم. نيجي لتالت رمز، ودي رموز عالمية. دي مكتوب هنا سيراميك. في بوتاجازات سيراميك، وهنا او الشعلة بتاعتها من يعني النوع بتاعه سيراميك. وهنا اللي بعدها كانت الهالوجين. والحاجات دي بتبقى في اوروبا. والاخيره كانت هنرجع لها بعد شويه، ان انت تغسليها في الغساله. هنا بقى اهي دي سيراميك. آه، الرمز بتاعها موجود اهو. واللي بعدها الرسمة دي معناها الهالوجين. يعني اللهب بتاعنا بيبقى من الهالوجين. آه، احنا كل الرموز دي كل اللي مهم عندي بالنسبة لاستخداماتنا كلها. وطبعا الأخيرة دي قلت لكم دي اللي هي تستعمل في الغسالة. وهنا ببين لكم كام سنتي والحاجات اللي انت بتبص عليها عادي خالص، ما حصلناش دقائقنا في اي حاجه. دي كلها رموز غالبا اللي موجوده في الحاله الستانلس. احنا هنا اللي خلاني زي ما بقول لكم اشوف هو البوتاجاز ده. البوتاجاز ده يا جماعه بوتاجاز بتاتش، بتطبخ عليه عادي خالص. هو عملي جدا. بس انا لما جيت انا اشتريته علشان انا كنت ببقى الانبوبه تخلص في اوقات ما عندناش غاز، فعايزه حاجه تسعفني على بال ما نجيب الانبوبه ويكون نضيفه في الغسيل، ويعني اقدر انضفه وسهل واستخدامه حلو. فلقيت البوتاجاز ده انا اشتريته، ولما جيت اطبخ عليه في اي حله لا يمكن ان يقول لي لا، انه مش هيطبخ. لما جربت قعدت اجرب كذا حله لحد ما اكتشفت بقى ان في نوع معين من الحلل بس اللي هي الستانلس اللي ممكن تجيبي المغناطيس وتقربيها منها يمسك فيها. وده طبعا هم عاملينها نوع من التأمين، تحطي الحله تلزق فيه ما تتقلبش على حد. ف... فانا اكتشفت انه لازم تجيبي لها الانواع دي من الحلل، ويكون مكتوب عليها الرمز ده ورا. تقدري في الحالة دي يقوم البوتاجاز يسمح لك ان هو يبتدي يطهو الطعام، وباللمبة الحمراء بتاعته بتنور ويشتغل. لو عايزين اي معلومة عن البوتاجاز دوت اكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وتعليق حلو منكم. وطبعا زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز ده بصراحة بوتاجاز عملي جدا وسريع، ويا ريت تجيبيه لو انت مسافرة.